شكرا كثير لك شيف انك عملت لنا اليوم عرق سوس اكيد بالبيت. طبعا انا حابه لكم رمضان كريم. مين منا ما بشوف كثير بائعين السوس بالطريق، وكثير كثير من الاشخاص بيشربوا سوس برمضان الكريم. اكيد طبعا انا بشجعكم وبنصحكم انكم انتم تعملوا السوس او عرق السوس بالبيت، لانه اكيد بيكون انظف واسئل من المواد اللي نحن حاطينها، بيكون بعيد عن الجراثيم والميكروبات اللي ممكن تكون تصل لشراب العرق سوس وقت بيكون مفتوح بالسوق. هلا طبعا انا بعرف انه بده فتره زمنيه طويله وبكلفكم وقت وجهد، بس بالنهايه بتحافظوا على صحتكم. اليوم اللي حابه اخبركم اياه عن هالمشروب اللذيذ جدا اللي هو عرق سوس. طبعا مشروب عرق سوس هو مشروب خالي من السكر، يعني كثير بنصح فيه لمرضى السكري اللي بيقدروا يتناولوا كميات منه. طبعا لا خلوه من المواد السكريه، خالي من السكريات وخفيف جدا جدا السعرات الحراريه. طبعا العرق سوس هو رافع للضغط، يعني بيرفع معدل الضغط. يلي عنده ضغط منخفض على الافطار ممكن يكون كثير نازل معدل الضغط بجسمه، اذا تناول كوب من عرق السوس بيؤدي لارتفاع معدل ضغط الدم. طبعا ما بنصح الاكثار منه، لانه اكيد اذا ارتفع كثير معدل ضغط الدم ممكن يعملنا مشاكل صحيه، بالاضافه الى انه ممكن يعملنا ووتر ريتنشن او احتباس بسوائل الجسم يلي بتعمل سمنه مائيه اكيد كاذبه. ثاني شغله حابه اخبركم اياه انه اكيد هو ملين ومعالج جدا للامساك، كثير بيفيد بحالات القرحه المعويه، جيد جدا ومنظف للكبد. كلياتنا اكيد بنشرب العرق سوس بارد، لكن اليوم اللي حابه اخبركم لكل الاشخاص اللي عندهم نزلات شديده بالبرد وامراض قويه بالسعال، بنصح انه ممكن يتناولوا مشروب العرق سوس وهو ساخن، لانه اخر الدراسات العلميه اثبتت جدا فاعليته في معالجه امراض البلعوم والذبحات الصدريه. بالنهايه حابه اكيد لكم انه العرق سوس بيحتوي على رغوه. وقت نحن بنصب العرق سوس تطلع رغوه هي مواد صابونيه جدا مفيده، بالاضافه طبعا لاحتوائه على الزيوت الطياره يلي هي جدا معقبه للجهاز الهضمي. بالنهايه حابه اخبركم كل الاشخاص اللي عندهم روماتيزم بنصحهم انه يتناولوا العرق سوس، لكن اكيد مثل ما دائما بقول كل شيء بنتناوله باعتدال ما بسبب لنا امراض ومشاكل. طبعا برجع بذكركم انه يا ريت تعملوا مشروبات رمضان بالمنزل، لانه بتكون اكثر نظافه وعرفانين اكيد شو المواد المضافه، مثل العرق سوس، مثل التمر الهندي، امر الدين. نحن يمكن كون ما عاد عندنا وقت وعلى تسارع الحياه بطلنا نعمل اكيد المشروبات بالبيت، بس انا كثير حابه لكم ولو شويه جهد بسيط منكم بتحموا حالكم وبتحموا بيتكم من اكيد كل الامراض اللي ممكن تصلكم، وكل التسممات الغذائيه اللي ممكن تصير لكم ولعائلتكم من جراء شرائنا المواد الخارجيه. الف صحه، اشربوا اذا ما كان عندكم ضغط مرتفع مشروب العرق سوس، ورمضان كريم للي كل عم يسمعونا، واكيد حلاقيكم بمرات جايه وعصائر جديده وفوائد غذائيه اكيد هامه جدا. شكرا لكم.